يوم لطيف مع خطيبتك خرجتوا فيه خروجة لطيفة، رحتوا فيه سينما وأكلتوا فشار وروحتوا آخر انبساط. تفاجأ تاني يوم يا مؤمن ب320 رسالة على الواتس مفادها إنك خاين وغشاش وما بتحبهاش وإن العلاقة دي مش هتنفع وإنك لازم تيجي تاخد دهبك دلوقتي حالا. طبعا أنت بتقرأ وأنت مذهول، هو في إيه؟ إحنا كنا تمام ومفيش حاجة. فاستهديت بالله كده وقمت غسلت وشك عشان تفوق وتيجي تشوف أنت داخل على إيه، فترجع تلاقي الرسائل كلها بقدرة قادر اتمسحت واتكتب بدلها صباح الخير يا حبيبي وحشتني. الله، هو في ايه وانا ايه وانتوا مين واحنا فين وايه اللي بيحصل؟ طبعا مفيش غير اجابة واحدة: الهرمونات. الهرمونات هي الباب اللي الستات كلها بتدخل منه علشان تفسر تصرفاتها الغير مفهومة. فايه بقى موضوع الهرمونات ده ويعني ايه هرمونات اصلا؟ ببساطة هي عبارة عن شوية مواد كيميائية بتتصنع جوه جسمنا ومسؤولة عن كل التغييرات اللي بتحصل فينا. وعشان نفهم ازاي الهرمونات دي بتشتغل فلنفترض مثلا ان في موقف معين حصل، الموقف ده بدوره المفروض ان هو يسبب لك توتر. فالهرمون المسؤول عن التوتر هيتم افرازه من غدة معينة في جسمك ويمشي في الدم، يمشي لحد ما يلاقي الخلايا اللي عليها المستقبلات الخاصة بيه فيمسك فيها. وقت ما يمسك فيها يبدأ يشتغل، يقلل من نشاط الخلية أو يزود نشاطها على حسب الهرمون ده بيعمل إيه. وده اللي بيسبب التغيرات اللي بتحصل جوانا. التغيرات دي ممكن تبقى دايمة مدى الحياة، زي مثلا ميول الطفل وردود أفعاله وطريقة تفكيره. أوقات تانية تبقى مؤقتة، زي مود الست اللي بيتغير في أوقات زي الدورة الشهرية والحمل وزيادة التوتر والاسترس. وده بالظبط اللي حصل مع خطيبتك. هي مش فجأة كرهتك ولا اتجننت، هي بس حصل عندها زيادة في هرمونات معينة بتخلي المشاعر تتضخم، الحزن يتحول لانهيار والزعل يبقى كراهية والغيرة تقلب لهوس. ولو عاوز تعرف انت دورك تعمل ايه، صدقني ولا حاجة، ما تعملش اي حاجة. هي هتحتاج شوية وقت وتأثير الهرمونات المؤقت ده هيختفي وهتبقى كويسة وزي الفل. ومهم كمان تكون فاهم ان كلامها ده كله ما بيمثلش مشاعرها الحقيقية تجاهك. ادعمها وخليك هادي وما تستعملش معاها في الوقت ده لا نقاش ولا منطق. وبس. سلام.